خد هنا تعالى، خد هنا. ده انا جايب لك النهارده حته فيديو بقى. اصل انت حبيب قلبي وانت عارف اليومين دول يومين سفر، وفي السفر نقعد نختلف مع بعض بقى. هو احنا ينفع نقصر الصلاه ولا لازم نتمها؟ ينفع نجمع صلاتين على بعض؟ طب ينفع اصلي بالشورت؟ ينفع اصلي بالفانيلا الحمالات؟ نصلي الجمعه ولا ما نصليش؟ وحاجات كتير بيقع فيها كل مسلم محب للصلاه. اصل المسلم ما يفوتش صلاته ابدا، لا في سفر ولا في اقامه. وعشان انت مسلم مفيش منك اتنين، وعشان انت حبيب هارت امير من جوه، جايب لك النهارده فيديو يجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك اللي متعلقه بالصلاه في السفر. يلا بينا نبدا مع بعض على طول كده عشان ما نطولش ونستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بك. واظن مش محتاج اقول لك في الاول انه سافر وبس، استمتع باللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه من المناظر الطبيعيه والجمال والحاجات الحلوه اللي نفرح بيها، ولكن اوعى تضيع صلاتك. اوعى تروح في مكان ربنا خلقه لك عشان تستمتع فتغضبه فيه. اوعى بدل ما تشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى تكفر بيها بالمعصيه. سافر وبسط وزقطط وعيش يا معلم، ولكن اوعى تغضب ربنا. وتعالوا نجاوب على الاسئله واحده واحده. اول حاجه، هو مين هنطلق عليه كلمه مسافر؟ ركز معايا. نزلنا ركبنا العربيات ولا الاتوبيسات ولا الميكروباصات وهنسافر. اول ما بنعدي العمران بتاع البلد بتاعتنا بتاع المحافظه اللي هي البوابه اللي بندفع عندها الكارته يا عم، هتلاقي يمينك وشمالك مفيش عمارات، خلاص يبقى انقطع العمران بتاع محافظتك. من النقطه دي تحسب 85 كيلومتر. هتعدي اكتر من كده يبقى انت مسافر، اقل من كده يبقى لا. يبقى اذا اللي هيقطع مسافه اكتر من 85 كيلومتر بعد انقطاع عمران محافظته يبقى كده مسافر، وساعتها ياخد احكام السفر. وقبل ما اكلمك عن احكام السفر هتقول لي يا امين، احكام السفر دي كانت للناس اللي بتسافر على الخيول والجمال والمشي، الناس اللي كانت بتتعذب وتتبهدل. انما دلوقتي احكام سفر ايه؟ ده احنا مسافرين في عربيات وبتكييفات. يا عم اظبط كده وخليك راجل. اقول لك الحمد لله راجل وزي الفل والله، وانت كمان راجل وزي الفل، وجزاك الله خيرا انك حريص على دينك. ولكن وبكل بساطه الجمهور من اهل العلم قالوا ان احكام السفر دي هي للمسافر حتى ولو كان سفره مريح. والوحيد اللي اختلفوا في امره في احكام السفر هو اللي مسافر سفر معصيه، هو رايح عشان معصيه. فالجمهور ساعتها قالوا لا، ده ما ياخدش احكام السفر لانها هتساعده على معصيه. لكن انا مسافر والله ابسط واصيف وازقطط او سياحه او دراسه او ايا كان السبب، بس المهم انه مش معصيه وسفر مريح يا سيدي، طياره ولا عربيه ولا حاجه مريحه خالص، برضو ليا احكام السفر. وهنا بالذات احنا بنتكلم على القصر والجمع. اولا يعني ايه قصر؟ القصر معناها اني اصلي الصلاه الرباعيه ركعتين، يعني الظهر والعصر والعشاء بدل ما بصليهم 4 اصليهم 2. انما المغرب هيتصلى 3 زي ما هو، والفجر هيتصلى 2 زي ما هو. دول ما بيتقصروش. والاصل في القصر انه كان للمجاهدين اللي بيقاتلوا في سبيل الله، ولكن بعد ان استقر الامر للمسلمين برضه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصر في سفره. فسيدنا عمر ساله، قال له يا رسول الله طب احنا في امان دلوقتي ليه بتقصر؟ قال صلى الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقتها. يبقى القصر دي صدقه من ربنا سبحانه وتعالى علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقبل الصدقه. نيجي بقى للجمع. والجمع برضو رخصه من رخص السفر، ومعناها اني اجمع الظهر مع العصر، سواء جمع تقديم في وقت الظهر يعني اصلي بعد اذان الظهر اصلي الظهر ومعاها العصر، فانا كده خلاص صليت العصر، ما ارجعش بقى هصليه بعد اذان العصر، لا خلاص انا صليته كده. او جمع تاخير، اني بعد اذان الظهر مش هصلي وهنوي اني هصلي الظهر مع العصر جمع تاخير بعد اذان العصر. وبالمثل بقى نفس الفكره بالظبط المغرب والعشاء، سواء نصلي الاثنين في وقت المغرب او هنصلي الاثنين مع بعض، نويت اصلي المغرب مع العشاء بعد اذان العشاء. غير كده ما فيش صوره للجمع، بمعنى اني ما ينفعش اجمع مثلا الفجر مع الظهر ولا العصر مع المغرب ولا العشاء مع الفجر. الجمع ما بين الظهر والعصر دول بيبقوا مع بعض، والمغرب والعشاء دول بيبقوا مع بعض، سواء تقديم او تاخير زي ما اتفقنا. كده فهمنا يعني ايه قصر ويعني ايه جمع. امتى بقى المسافر ينفع يقصر ويجمع؟ صلوا بينا على سيدنا النبي. انا نويت السفر، الظهر اتدان عليا وانا في البيت لسه ما اتحركتش، ينفع اقصر الصلاه؟ الاجابه لا، هصلي الصلاه الرباعيه زي ما هي 4. الله يا امير، طب ما انا نويت السفر، امال امتى بقى ينفع ابدا اقصر الصلاه؟ طالما انت عارف انك هتعدي مسافه السفر اللي احنا اتفقنا عليها في اول نقطه، يبقى بعد ما بتعدي العمران بتاع محافظتك زي ما اتفقنا اللي هي البوابات على سبيل المثال، خلاص ما فيش عمارات ليها علاقه بمحافظتك يمينك وشمالك، هو الطريق وبس، من اللحظه دي تقدر تقصر وتجمع، لكن قبلها لا. طب افرض بقى انا هصلي بعد اذان الظهر، لكن مش هوصل المكان اللي انا رايح له الا بعد المغرب، ومش هينفع نقف في الطريق نصلي، فبالتالي كده العصر هيفوت عليا، اتصرف ازاي ساعتها؟ واحنا في البيت هنصلي الظهر 4 ركعات، وينفع ساعتها نجمع مع العصر 4 ركعات. يبقى هنجمع بس ايه؟ مش هنقصر. حلو الكلام، حلو الكلام. خلصنا طريق السفر ووصلنا المكان اللي احنا مسافرين له بقى، ابدا بقى اجمع واقصر زي ما انا عايز، صح كده؟ لا يا حبيبي مش زي ما انت عايز، ركز معايا. هنا في خلاف ما بين مده السفر المبيحه للقصر والجمع. العلماء اختلفوا في الموضوع ده جامد جدا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حديث صريح عنه
بيشرح الموضوع كام يوم يعتبر سفر وكام يوم لا يعتبر سفر. فهتلاقي انه الجمهور من اهل العلم على انك لو هتسافر المكان ده 3 ايام غير يوم السفر ويوم العوده. يعني مثلا انا مسافر العين السخنه، هسافر الحد يبقى ده اسمه يوم الايه؟ يوم السفر. هقعد 2 و3 و4 يبقى دول كام يوم؟ 3. وهرجع الخميس يبقى ده اسمه يوم الايه؟ يوم العوده. الجمهور يقول لك اقصر واجمع ومفيش مشكله، بس للامانه ده مش الراي الوحيد. في من الفقهاء من راى انه يجوز للمسافر القصر والجمع 15 يوم، وفي من راى 19 يوم، وفي من راى 20 يوم، وكلهم ليهم سند ودليل. اللي قال ال3 ايام لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمح للصحابه بعد فتح مكه انهم يمكثوا في مكه 3 ايام بس. فالفقهاء قالوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر انه 3 ايام ما هياش اقامه، ده سفر، لانه الصحابه بعد فتح مكه ما رجعوهاش، دول سابوها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم ب3 ايام، معناه انه انتوا كده خلاص لم تقيموا، انتوا كده مسافرين وراجعين تاني. فرد عليهم ناس تانيين قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه قعد في مكه 19 يوم وقصر فيهم كلهم، وفي تبوك قعد 20 يوم وقصر فيهم كلهم، بل في من توسع وقال ملهاش عدد. طول ما انت لم تنوي الاقامه في المكان اللي انت رايح له فانت مسافر. مسافر للعلاج في بلد لمده شهر، مسافر تاخد كورس في مكان لمده شهرين. في من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم واختيار الشيخ ابن عثيمين قال لك انت برضو كده مسافر، يجوز لك القصر والجمع. واللي اتفق عليه جميع العلماء انك يجوز لك القصر والجمع مهما طالت مده سفرك لو مش عارف هترجع امتى. بمعنى انت رايح مكان قلت والله انا رايح مثلا مسافر، هطلع ورق معين من بلد فلانيه مسافره، الورق ده ممكن ياخد يوم 2 اسبوع شهر، انا ما اعرفش، انا رايح بسم الله، انا مش عارف انا قاعد كام يوم، زي ما الورق يخلص انا راجع. ده كده كل العلماء اباحوا ان يجوز لي القصر والجمع طول فترة سفره دي. ايه يا امير كل ده انت لخبطتنا؟ لا ما تتلخبطوش ولا حاجة، هو كل ده صح لانه ثبت عن اهل العلم، وكلها اجتهادات وجزاهم الله عنا خيرا. ولكن وما فيش شك انه من الاحوط ان احنا ناخد برأي جمهور العلماء انه المدة المبيحة للقصر والجمع هم 3 ايام غير يوم السفر ويوم العودة، وبكده نبقى احتطنا لديننا ولصلاتنا وهي اهم عبادة في حياتنا. ولكن اللي اخذ برأي ابن عباس على سبيل المثال انه 19 يوم، ولا اخذ برأي ابن تيمية، ولا اخذ بآراء كبار العلماء دول، فهو له مرجعية من أهل العلم وجزاه الله خيرا وربنا يتقبل. وإن كان زي ما قلنا نحتاط لصلاتنا وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من مقيمي الصلاة يا رب إحنا وذريتنا أبدا. طب يا أمير أنا وأنا بسمعك دلوقتي اقتنعت بإنه أنا كنت مخطئ في موضوع مدة السفر ده، أنا كنت بجمع وأقصر وخلاص، وأنا مش عارف والله أنا المفروض كنت أجمع وأقصر قد إيه، واقتنعت دلوقتي برأيي إن هو 3 أيام غير يوم السفر ويوم العودة، فأنا كده عليا صلوات كتير أعيدها بقى ولا أعمل إيه؟ ساعتها بقى أقول لك إنه لا أنت تمام الحمد لله رب العالمين، لأنه لك فتوى من العلماء بذلك، فاللي فات الحمد لله رب العالمين وربنا يتقبل، واللي جاي امشي بقى بالفتوى اللي انت دلوقتي ارتحت لها وهي قول الجمهور وكمل على كده. طب يا امير السنن في السفر ايه اخبارها؟ هقول لك انه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه ما كانش بيصلي السنن، ولكن كان لا يترك سنه الفجر اللي هم الركعتين اللي قبل صلاه الفجر والوتر، كان لا يتركه ابدا صلى الله عليه وسلم. طب صلاه الجمعه في السفر ايه اخبارها يا عم امير؟ لو فرضنا ان احنا سافرنا المسافه والمده المبيحه للقصر والجمع اللي اتكلمنا عليها خلاص، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي الجمعة في السفر، ولكن كان يصليها الظهر، وعادي انك تجمعها مع العصر، فتبقى نيتك ركعتين الظهر وركعتين العصر جمعا وقصرا زي ما اتعلمنا بقى. ولكن يجزئ المسافر انه يصلي الجمعة. يا عم انا بحب اصلي الجمعة وانا المسجد قريب من الشاليه بتاعي، وانا شايف ان انا قاعد مفخد وما وريش حاجه، وهروح اصلي الجمعه جزاك الله خيرا. لا يا امير والله انا مش هصلي الجمعه، وهصليها ظهر، وهصلي ركعتين ظهر مع ركعتين عصر، وهروح البحر ولا هروح اتفسح، فيها حاجه دي؟ لا طبعا ما فيهاش حاجه. وقبل ما تسخن بقى تقول يا امير اللي بتقوله ده ازاي؟ لا يا سيدي ده دين ربنا، واحنا مش هنبقى اغير من العلماء ولا اغير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ده ينكر على ده ولا ده ينكر على ده. طب يا عم امير انا كنت ماشي في المصيف وسمعت اذان الظهر ودخلت اصلي الظهر، اعمل ايه بقى؟ يعني انا اصلي ركعتين مع الامام واسلم وخلاص؟ لا يا سيدي، انت لو اتميت بمقيم يبقى انت كمان تتم زيه بالظبط. طب انا لازم من بعدها بقى اتم جميع الصلاه؟ لا مش لازم، ولكن اللي اصليه في المسجد وراء المقيم تتم زيه بالظبط. طب معلش معلش يا امير، سؤال مهم جدا. احنا بقى هنسافر مثلا اسبوع، وانا اقتنعت براي الجمهور انه 3 ايام غير يوم الذهاب ويوم العوده، فاحنا عندنا ايه ال3 ايام دول، ينفع اقصر واجمع فيهم وبعد كده باقي الاسبوع اتم الصلوات؟ الاجابه لا. لو انت هتاخد براي الجمهور في المساله يبقى من اول ما توصل البلد اللي انت سافرت لها بتتم وبتصلي كل صلاه في موعد. طب يا سيدي شايفك وانت على البحر ولابس الشورت بتاعك وهتفوت الصلاه، ليه بقى؟ لان انت راجل بتحب البحر او بتروح من قبل الظهر
الظهر وهتروح بعد المغرب. بس انت بتتفرج على الريلز بتاعت امير منير مع ابو الاداهيم اللي امير قال فيه انه الصلاه بالشورت جائزه، فضميرك انبك وقلت لا انا مش هضيع الصلاه، انا هقوم اصلي بالشورت. فشافك واحد وانت واقف بتصلي بالشورت قال لك انت بتعمل ايه؟ بتصلي بالشورت كده حرام العوره باينه. تقول له لا امير منير قال ان الصلاه بالشورت تنفع. قال لك يا عم بقول لك عورتك باينه. قعدتوا ايه كده مع بعضيكم. صلي على النبي. عند الجمهور من اهل العلم ان السره والركبه ليستا من العوره، مش من العوره. اذا لو ركبتي باينه ينفع اصلي، بس ناخد بالنا بقى. ووالله ده انا قلته في الفيديو بتاع الصلاه بالشورت انه الفخذ ما يبانش، الفخذ عوره، اخرك الركبه. فوانت راكع وانت ساجد وانت قاعد في التشهد وانت بين السجدتين في كل الحاجات دي اخرك الركبه بس اللي تبان، لكن لو بان فوق الركبه كده العوره بانت والصلاه غير صحيحه. فناخد بالنا ان احنا ايه، يبقى معانا بنطلون نستر نفسنا بيه ولا ازار نلبسه فوق الشورت، مفيش وخلاص هنصلي بالشورت. ناخد بالنا انه اخرنا الركبه، وده راي الجمهور. والله لو راي امير انا مش هقوله، ده راي الجمهور من العلماء. عقدتونا يا جدعان، عقدتوني والله العظيم. الواحد لما بيتكلم بحاجه بيقعد والله يبقى متاكد منها. ما تخافوش انا بحبكم، وقبل ما احبكم بحب نفسي. هقول لك حاجه غلط انا اروح فيها ليه يا عم؟ انا عايز اخش الجنه ان شاء الله، وانت كمان يا رب يا رب انا وانت يا رب. طب انا بقى لابس فانيلا بحمالات وهقوم اصلي، ينفع اصلي ولا ما اصليش؟ احنا في المصيف بقى فبنقعد مرحرحين. يا عم قوم هات حاجه تلبسها، هات تيشيرت تلبسه غطي كتف. ما فيش، ما معيش، ما صليش بقى. ساعتها اقول لك صلي. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انه الانسان يصلي وكتافه مكشوفه في حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، لازم تبقى مخبي كتافك. ولكن العلماء هنا الجمهور منهم قال ان ده على الكراهه، انه مكروه تصلي وكتافك مكشوف. لكن لو صليت وانت مغطي العوره اللي هي من السره الى الركبه بس كده صلاتك صحيحه عند الجمهور. وجابوا ده من حديث جابر ابن عبد الله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاه رداء واحد، حته قماش واحده يعني، وقعد يحاول يغطي نفسه كله بيها. فكان يعني واضح انه كان واضح عليه صعوبة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت بتعمل إيه؟ فقال له أنا معيش غير الرداء ده فأنا بغطي نفسي بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان ضيقا فأتزر به، يعني لو مش هتعرف تغطي جسمك بيه يبقى خلاص البسه إزار غطي بيه العورة بس ما بين السرة والركبة. فبالتالي الصلاة صحيحة ولكنها على الكراهة. وخليني أقول يا حبايب قلب أمير، يا جماعة الصلاة دي حاجة عظيمة قوي. فالكلام اللي أنا بقوله لك ده الاضطرار هيضيع عليك الصلاة، مش اللي هو أمير قال الصلاة بالفانيلا والشورت، ولا الناس بقى في المساجد لابسه لي فانيلات وشورتات وامير اللي قال. لا يا جماعه خذوا زينتكم عند كل مسجد. رايحين نصلي نتجمل زي ما احنا واخدين هدوم للبول وهدوم للبحر وهدوم للنهر وفلامينجو، عاملين حساب كل حاجه، نعمل حساب الصلاه. لكن فرضنا اتزنقت، انا قلت لك الحلول اهو ماشي. طيب ونيجي لحاجه من الحاجات اللي بتحصل برضو، انه ست في مكان ما عايزه تصلي الصلاه خلاص ممكن تفوتها، احنا قاعدين فتره طويله فاحنا مش بنجمع ونقصر، بنصلي كل حاجه في وقتها، وواحده ست في مكان عام وعايزه تصلي دلوقتي اما الصلاه تفوت، تعمل ايه؟ اغلب الستات هتلاقيها ضربت كرسي وقاعده بتصلي وقاعده. ايه قاعده بتصلي وقاعده دي؟ المهم يعني بتصلي قاعده يعني. وهنا هقول ان ده غلط، لانه القيام مع القدره شرط من شروط صحه الصلاه. ايه ده اصلي قدام الرجاله وانا واقفه؟ ثانيه، انا ما قلتش ان حضرتك تقومي داخله في وسط الرجاله تقيمي بقى الله اكبر الله اكبر وتقوم فرشه بقى ليه تصلي قدامهم كلهم في نص الشارع. لا مش ده المقصود، بلاش اللي قادر على التحدي ده، لا مش قاصد كده. ولكن خدي اكتر مكان مستور ممكن وافرشي فيه وصلي وانت واقفه. ونداء الى الرجاله يا رجاله خليكوا رجاله. احنا وصلنا من استغفر الله العظيم يا رب ان الستات بتفكر هتستخبى مننا فين وهي بتصلي. فاتقي الله واعن اختك على صلاتها، مالكش دعوه بيها، ابعد عنها، ما تبصش ناحيتها، حسسها انها في امان وهي واقفه تصلي بين ايدين ربنا، وان كان المفروض تحسسها انها في امان طول الوقت، ده المفروض يعني. ربنا يهدينا يا رب. وبكده نكون غطينا اغلب المسائل يا رب يعني اللي هتقابلك في السفر بالنسبه لموضوع الصلاه. والامر ده في غايه الاهميه، لان الصلاه هي عمود دينك اللي لو شلته دينك يقع. زي ما سيدنا عمر قال كده انه من ترك الصلاه لا حظ له في الاسلام، يعني خلاص مع السلامه يعني. ربنا يكفينا واياكم. تمام، اهو الفيديو ده بقى يوصل لكل الناس. قدرني عشان اقدرك واعمل لك غيره. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك صفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام. بفكرك تاني شير والدال على خير كفاعله. اما لو انت من بره مصر او من جوه مصر وليك في حركات الفي بي ان والجو ده، تقدر تدعمني على باتريون عشان باذن الله نطور ونستمر. طرق دعم تانية تقدر تسيب لنا سوبر ثانكس او تعمل جوين للقناه. انا بحبكم في الله، اشوفكم يوم الخميس ان شاء الله. تابعوا هاشتاج اثنين وخميس، هيطلع عليك كل الفيديوهات كل يوم اثنين وخميس فيديو جديد الساعه 7. جزاكم الله خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.